متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل. طبعا هذه كتدخل في سيادة المغرب، هذا من حقه يدير اتفاقيات ويدير شراكات مع أي واحد بغا، وصداقاته غير موجهة ضد أي أحد. وقلتها وكنعاودها، لو كان أن المغرب لقى الخير في جاره الجزائر ما يضطرش يقلب على شركاء خارج المنطقة. وصداقة المغرب مع إسرائيل غير موجهة للجزائر نهائيا، ولكن عصابة الجزائر فاهمة بأنها هي باغا تسيطر على المنطقة، وكاين صراع عندها ضد المغرب، وبغات تكون هي المسيطرة، هي تكون هي القوة الضاربة، القوة الإقليمية، وكتعرف بأنه هاد الصداقات ديال المغرب ماشي يخليوها. زيادة على ذلك أنها كدير تحالفات وخاصة مع إيران، وهذا الشيء ما غاديش يخدم هذا التحالف.